ألف مبروك فوز الجزائر قبل قليل على حساب منتخبنا الوطني في افتتاح بطولة الشان. ما تعليقك حول انسحاب المغرب من بطولة الشان ومكوث البعثة إلى ساعات طويلة جدا في مطار سالة المغربية، ولم تسمح لها السلطات الجزائرية بالدخول إلى الأراضي للدخول في أجواء المنافسة في بطولة الشان؟ أهلا بك كابتن، تحية لك ولضيوفك الكرام ولكل الشعب الليبي الشقيق، وهارد لك يعني للمنتخب الليبي بعد هذه الهزيمة. أقول خصوص يعني عدم قدوم المنتخب المغربي للأراضي الجزائرية، أعتقد بأنه أنا على كل حال لا أحب الدخول في الأمور السياسية، أحب فقط يعني الحديث كل ما يتعلق بكرة القدم فقط. أعتقد بأنه عدم قدوم المنتخب المغربي للجزائر كانت مجرد مفاوضة يعني من رئيس الجامعة المغربية فوزي، أنه في نهاية المطاف انتظر حتى الدقائق الأخيرة، حتى يعني قبل ساعة فقط عن بداية طلب بخط جوي مباشرة في الجزائر. وأنت تعلم بأنه الحدود يعني الخط الجوي يعني مغلق بين الجزائر والمغرب. اعتقد بانه ما قام به هو مجرد تشويش هذه الدور، هو مجرد تشويش شان الجزائر مثل ما حدث يعني في العاب البحر الابيض المتوسط. الجزائر اليوم قامت ببروتوكول مميز، وفرت كل شيء في البعثه المغربيه لاجل استقبالها ب يعني استقبال مميز. لكن في نهايه المطاف المغاربه يعني بقياده فوزي نقجع رفضوا المجيء للجزائر. هذا المشكل تحمله هو الجامعه المغربيه لكره القدم.